اقوال العراق انا اليوم ما شفتها يا جماعه الخير. والله فظيعه. وردود الافعال وين؟ اهداف حلوه. ها؟ اهداف حلوه والله ما ان جميله. ياتوا بامر. هذه الكره الان تلعب مقوسه خطيره وجول فيتنامي اول. نعم سجلت فيتنام من الكرة. أصبح حاضرا الذي يعيش نعم أمورا فنية جميلة. الله من البداية يفكر غير، مخه غير، مروره غير، تمريراته غير. هذا علي جاسم حلو ممتاز، يمر بصورة ممتازة والعرضية. الله ومن غير أيمن، من غير أيمن. نعم 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 أيمن حسين. عارف عندك تذكرة سياحية؟ ها؟ تجي الدوحة تصير بزنس فيرست كلاس. والله جد هذا أمر ليس بمجامل على الإطلاق. هنا لدينا فرصة التعادل يأتي فيتنام تسجل التعادل عند الدقيقة 91. انتصار يحبون الفوز. بوطبر تكفى بوطبر. الله 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 فازت العراق. ما أحلى هذه الجمعة. ألف 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 مبروك القائد. 9 نقاط. الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر. أكيد جت باستحقاق وبجدارة بجهود اللاعبين بجهود الجميع يعني. الحمد لله والشكر. عدينا الدور المجموعات، إن شاء الله نفكر بالدور 16. ننسى كل اللي صار خلال هاي الفترة. إن شاء الله أنه إحنا كلاعبين نوعد الناس ونوعد جمهورنا نقدم الأفضل في المباراة الجاية إن شاء الله. طموح كبير بالنسبة للجماهير العراقية. أول شيء مبروك للجماهير العراقية، مبروك لإخوان اللاعبين. قدمنا مباراة جميلة. 9 نقاط ثمينة كانت. نفكر علينا أنه ننسى هذه المباريات، علينا المباراة القادمة وإن شاء الله نقدم كل ما عندنا لسعادة الجماهير إن شاء الله. كيف تحافظ على عقل بعيد عن الإشادات المتكررة؟ العالم كله الآن العراق يجب أن يكون بطل كذا، تعرف تصريحات الجمهور، فرحة منطقية. كيف ستحاولون إبعاد نفسكم عن كل هذه الإشادات المتكررة بطبيعة الحال؟ أول شيء مبروك الشعب العراقي. أكيد فرق موجودة هي منافسة على البطولة، مو فقط العراق. يمكن أول مرة بالتاريخ يعني تاريخيا بطولة آسيا نحقق العلامة الكاملة. أكيد احنا ناخذ النقاط الإيجابية من الضغط، ما راح يكون ضغط على اللاعبين، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. الشعب العراقي أكيد تواجدهم مستمر من العراق إلى الدوحة، فكل مباراة أهم شيء خاصة البطولة تجمع. مو دائما الأداء يكون يعني مهم، المهم هي النتيجة. اليوم ما كنا يعني بمستوى عالي جدا مثل ما تعودنا على المباراتين الأولى، لكن هو الأهم وحققنا النتيجة الإيجابية بهذه الروحية بهذه شخصية الفريق المتواجدة، أنه إن شاء الله نطمح أن نروح بعيد.